أعمال اجتماعية. من قلب مدينة بلحمد، حكاية رجال فوق الأعداء. الحلقة الرابعة، سلسلة رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. ولد سنة 1936 في ضواحي مدينة بلحمد. من بين الحقول والغبار خرج صوت سيهز المغرب العقود. نبير الأموي. وولد محمد نبير الأموي سنة 1936 بن حمد في إقليم سطاط. وبعد دراسته الجامعية بدأ مدرسا للمرحلة الابتدائية، ثم التحق بعد سنوات بشعبة التفتيش التربوي. وبمجرد التحاقه بالتعليم انضم إلى الاتحاد المغربي للشغل. وفي نوفمبر 1978 تأسست الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأصبح الأموي أحد أقوى الزعماء النقابيين في التاريخ المملكة المغربية. بدأ حياته بحفظ القرآن في كتاب صغير، ثم انتقل إلى المدارس، فإلى جامع ابن يوسف بمراكش، ثم إلى جامعة القرويين العريقة بفاس. اشتغل معلما ثم مفتشا، لكن طموحه كان أكبر من الأقسام والسبورات. انخرط في العمل السياسي والنقابي مبكرا، وكان مقربا من الزعيم المهدي بن برقة في 1978. أولا على سعادتنا أننا نشوفك بخير وعلى خير في الأسرة الطيبة والسيدة. ثانيا باش نأكدوا ليك أن الاتحاد معتز دائما بأن واحد من قادته يلعب أدوار تاريخية ما تعيشه بلادنا الحمد لله من أمن واستقرار وتطور. راه النضالات ديالكم هي اللي وصلتنا الحمد لله بما نعيش. أسس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ليصبح رمزا من رموز النضال العمالي. قاد الإضرابات، دخل السجون، واجه المحاكم، لكنه